سعيد وسلامة وأحلام. عيالك جم وصلوا يا زاهية. عيالي وصلوا؟ الفرحة ممكن تموتني. امسكي نفسك شوية يا زاهية. فرحانة قوي، فرحانة يا عجاز. العيال جولي برجليهم. عن إذنكم. الشنطة نسيتي شنطتك. هي فين دي؟ طارت. خد انت الشنطة سرية. حاضر، ربنا يفرحها ويسعدها. ولادي يا حبايبي، يا حبيبتي يا بنتي. ازيك يا ماما؟ ازيك يا حبيبتي؟ كان نفسي في حضنك من زمان يا ماما. حضني وكل ليكي يا حبيبتي، كل ليكي. سعيد يا بكرية يا ابني، يا نظري. ازي حضرتك يا ماما؟ عايزة اتملى منك يا اخويا. سلامي، سعدت عيني وقلبي يا اخويا. عامله ايه يا ماما؟ تعالوا انتوا التلاتة، تعالوا في حضني، تعالوا. بالراحة يا بنت على نفسك. خليكوا في حضني. حاضر يا ماما. يا حول الله يا رب. بقى كده يا عيال، بقى كده السنين دي كلها. معلش يا ماما، الظروف بقى. خلاص ننسى اللي فات. المهم انتوا معايا دلوقتي. انا حاسه اني ماسكه الدنيا بايدي، مش عايزه حاجه. خلاص يا رب، ان شاء الله اموت بعد نص ساعه. لا حول الله يا رب، يا من انت كريم يا رب. لا حول الله يا رب. اطعمتها وجبت لها قرة عين. ايه بايع ولا مش بايع؟ ما تزود شوية يا سي قريطم. ازود ايه؟ احنا بنبيع طماطم؟ احنا بنشتري ارض، وفي مبلغ محددينه للقراط ومبلغ محددينه للفدان، وسلع الجيز حطيت لي الاسعار وبشتري على اساسها. اني طالب 200 جنيه زيادة، لا اكتر ولا اقل. ولا ميلة احمر زيادة. واحمد ربنا ان احنا بنشتري ارض زي دي، والنهارده شاريين من 12 واحد قبلك بنفس السعر. انما انتوا بتشتروا الارض البايرة دي ليه؟ انا عارف، الظاهر سعجيز هيطلع منها ملح. ما هي ارض مالحه وتقرف. بيقولوا عايز يعمل عليها جراج لعربياته. شفت؟ اي حاجه خايبه وخلاص. ايه، خلصني وامضي يا توريني عرض كتافك. الختمه اهو. فين الحجه؟ اهي. حلال عليك، خدت فلوس من الهوا. بقى حضرتك هتطلع دكتور قد الدنيا. ده انا هعمل لك عياده ملهاش زي يا دكتور سلامي. ما انا في بالي الحكايه دي، معتمد على الله وعليك يا ماما. لو عملتي له عياده يا ماما تعملي لي مكتب محاماه. ده انا اعمل لك مكتب بزباينه الجاهزين، هزهقك شغل. وانا بقى مرسم يا ماما. مرسم ايه وبتاع ايه يا احلام؟ قولي شقه حلوه لعدلك. عدلي ايه يا ماما؟ انا مش هتجوز دلوقتي. اتجوزي يا اختي زي ما انت عايزه، بس ده ما يمنعش ان ابتدي عن قريب اجهز لك الشقه. بعد ما تاكلوا هوريكي الحاجات اللي كنت بشتريها لك. كنت كل ما الاقي حاجه حلوه اقول تنفع لبنتي واشيلها على جنب اخزنها لشوارك. صحيح يا ماما؟ امال ايه، هوريكي كل حاجه. ماشيه معاك يا ست احلام. لا، ماني جايبه لكم حاجات كتير قوي انتوا كمان، هدوم واقمشه. هبعت اجيب عم مصطفى الترزي يفصلها لكم، ويفصل لك انت كمان يا احلام. وده يعرف يفصل مودرن ده؟ يا اختي وريله الرسمه يفصل زيها. هبعت اجيبه. الاجازه لسه طويله يا ماما، مستعجله على ايه؟ طويله ايه؟ دول 15 يوم. يعني نقول لوزير التعليم يعمل اجازه نص سنه سنتين يا ماما؟ يعملها سنه. على كل حال احنا مش هنسيبك ولا لحظه بعد الاجازه. اسبوع عندنا واسبوع عندك، ونمشي الحكايه دي لحد ما تخلص الجامعات ونتلم. يا رب ما نفترق ابدا يا حبايبي. انتوا ما بتاكلوش ليه؟ كل يا سلامي. اكل ايه يا ماما؟ انت حطلنا اكل يكفي 70 واحد ل3 انفار. الله، بيتك يشرح القلب يا ماما، واسع وجميل. بيتكم يا حبايبي، بيتكم. أنا ماليش حاجة فيه، دي حاجتكم. وريني كده. كويس قوي، كويس قوي قوي قوي. شاري لحد دلوقتي قد ايه؟ اكتر من 80 فدان. كمل، اشتري كل اللي تقدر تشتريه. بس لو افهم. بعدين هقول لك يا قريطم. شفت بقى لما راهنت على زاهيه كان عندي حق ازاي؟ زاهيه دي وش الخير، كسبنا وهنكسب من وراها دواهي. يا سلام، بحبك وانت نبيه يا عجيز. يبقى الكلام ده بقى من صب على الارض. حاج انا بفهم برضه. ما تخليك في حالك يا قريطم. الله، انا بحبك وانت غبي. المهم اشتري واستكمل اوراق الاراضي بمستنداتها بحالها وتبقى جاهزه على التسجيل. ماشي يا سعجيز. سلام عليكم. اهلا يا زاهيه، اهلا 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 يا ست زاهيه. ايه الدوسيهات والاوراق دي كلها؟ دي عقود ومستندات الاراضي الجديده. شيل قريتهم. حاضر يا سعجيز. بعزك وانت نبيها يا زاهيه. المهم
كنت بقول ايه؟ عايزة اشتري عربية للعيال. عربية للعيال؟ وفيها ايه؟ أنا بشتغل وبشقى، وزمايل كتير من زمايلهم بيروحوا كلياتهم بعربياتهم الخصوصي. ليه بقى عيالي أنا ما يروحوش بعربية خصوصي؟ عايزة أبسطهم وأسعدهم يا عجاز. على رأيك يا زاهية، هجيب لهم العربية، ولو إني واخد على خاطري منك. هو كان لازم أقول لك بالمفتشر؟ ما أنت فهمت، واللي كان يا عجاز وطايح شرا. ماشي ماشي يا زاهية، ماشي يا أختي. اهلا يا شيخ حسن. اهلا 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 بيكي. السلام عليكم عم حسنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ حسن. أراك متقمش جديد في جديد، حتى الحذاء جديد. ربنا يخليه، ما بتخليناش عايزين حاجة. هي فين؟ أنا زعلان منها. لازم تقصدني. هي أمال إيه؟ وأنا أقدر على زعلك أنت بالذات يا شيخ حسن. أنت عارفة إن بيتي والكتاب زائد 3 قراريط كمان على المصرف، وأنت والعجاز نازلين شيرة، واستنى إنك تبعتيلي عشان تاخديهم؟ أبدا. هتبيع بيتك والكتاب إزاي يا شيخ حسن؟ ما أنا هاخد الفلوس وعندي حتة أرض تانية شرق العزبة، أبني بيت صغير وأعمل الكتاب. بيقولوا إنكم بتدفعوا كويس أوي في الأرض دي. لا تبيع أرضك ولا تبيع بيتك ولا تبيع الكتاب يا شيخ حسن. ليه؟ من غير ليه. اشمعنى يعني؟ اسمع كلامي، اوعى تبيع. أما أمرك عجيب يا زاهي، بقى أنا جاي لك أنت وجايب لك الحجة معاي، وما رضيتش أروح للعجاز، لأن مهما كان أنت برضه هتراعيني. فين الحجة؟ أهي. الحجة دي هتفضل معايا عشان ما تعرفش تبيع. يعني إيه؟ زي ما بقولك كده، احتفظ بأرضك وببيتك وبكتابك. الله، طب أفهم. من غير ما تفهم بعدين هبقى أقولك. أنا محتاج لفلوس يا زاهي. أسلفك يا شيخ حسن، بس اوعى تبيع أرضك دي. وأنا إيه اللي يخليني أستلف وأنا عندي أرض مطلوبة للبيع؟ اسمع كلامي، ما تبقاش دماغك ناشفة بقى، اسمع الكلام. حاجة تحير. هقوم أجيب لك 100 جنيه سلف. طب أفهم. من غير ما تفهم، الحجة دي مش هتاخدها إلا بمزاجي. بقى معقول يا ماما نسيب البيت الطويل العريض ده ونفضل نايمين في اوضتك احنا الاربعه؟ يا اختي عايزاكوا في حضني، انا بالشكل ده بتنفس سعاده. الله يا ماما على كلامك. ده مش كلام يا حبيبتي، ده قلبي هو اللي بيتكلم. وحد قال لك اننا متضايقين من كده يا ست احلام؟ احنا مش علينا يا سعيد، انا على ماما. لا يا حبيبتي، انا مستريحه كده. ماما، عندك مانع اننا نبقى نعزم بابا هنا؟ مانع؟ ابدا يا حبيبي، ده ابوكم. احنا قلنا مادام هو قاعد عند قرايبه في الاجازه هنا في البلد، نقول لي يجي يتغدى او يتعشى معانا. اللي انتوا عايزينه اعملوه، اعملوا اللي انتوا عايزينه، ده بيتكم. انا في حالي وهو في حاله، ربنا يسهله. الحق الحق يا حافظ العمدة، في ايه يا ولا؟ اكتر من 20 بلدوزر ومكن وناس وعمال ومهندسين ملهاش اول ولا اخر دخلوا البلد. ليه؟ حرب العالمية قامت؟ حرب ايه يا عمدة؟ بيردموا المصرف وهيبنوا سكة حديد في اخر المصرف. ها؟ بتقول ايه؟ ده البلد كلها راحت تقابلهم بالطبل والزغاريط. هيبقى عندنا قطر يا عمدة، هيقف على بلدنا قطر يا عمدة. بتقول ايه؟